نفطر بقى. صباح الخير او مساء الخير. انا اسمي وليد توفيق من القاهرة. شغال في المجال الترفيهي، عندي محل بلاي ستيشن. في ناس كتير سألتني انت ليه عملت قناة فلوج او ليه دخلت في المجال او المحتوى ده او عملت المحتوى ده ليه. فاسباب مش كتير، يعني يا دوب سببين. اول سبب، من حوالي 10 سنين كان عندي قناة على اليوتيوب، قناة ديزاين وفوتوشوب والكلام ده. بس مشكلة ان انا ما قدرتش اوفق بين الشغل والقناة، فنسيت او تجاهلت موضوع القناة خالص. مرت الايام، كنت شغال هنا في المحل. المهم جت موضوع الكورونا، يا جماعة المحلات التجارية تقفل. قفلت انا محل البلاي ستيشن، ومتفرغ بقى، مفيش بقى شغل بقى. وانتوا عارفين بقى الكورونا ما كانش فيها ناس كتير بتشتغل ووقف حال والكلام ده. قلت خلاص هبدأ اعمل قناة يوتيوب، ارجع اليوتيوب تاني. قلت خلاص اعمل قناة طبخ، قناة اكل يعني. المهم الحمد لله يعني، عملت القناة ونزلت فيديوهات كويسة الحمد لله يعني. بس جه فترة بقى قالوا لنا خلاص يلا افتحوا بقى المحلات التجارية. نزلت فتحت المحل. الموضوع بقى صعب شوية ان انا اوفق بين القناة الاكل والايه والمحل. المهم قناة الطبخ محتاج، بصراحة محتاج وقت، محتاج مجهود، ان انت لازم تطلع تصور، تجيب الخامات، تشتري الخامات بتاعت الاكل اللي انت تعملها تصورها. كان موضوع صعب شوية. بس يعني قلت خلاص يعني وكمان المونتاج بتاع القناة، الأكل، كان والله العظيم كنت بعمله في 6 7 ساعات عشان أطلع فيديو بتاع 8 10 دقايق. اه والله. بس يعني قلت خلاص يعني الواحد ايه يتجاهل وما اهتمتش انا بالقناة بتاعت الأكل برضو. قلت خلاص انا محتاج يعني الأيام الأخيرة من شهر 12 قلت خلاص عايز أخش اليوتيوب تاني تالت، بس التالتة تابتة إن شاء الله يعني. قلت خلاص أعمل بقى إيه فلوجات، لأن الفلوجات مش محتاج ولا وقت ولا مجهود ولا مكان. يا دوب أنا معايا الموبايل في جيبي، وأي وقت في أي مكان أطلع الموبايل وأصور. ده أول سبب. تاني سبب، إن أنا حياتي روتينية، بمعنى بصحى من النوم بنزل الشغل، بخلص الشغل اطلع انام عشان انزل تاني يوم الشغل. روتين. كنت عايز مثلا حاجة في النص كده يفصل بين الشغل وبين ايه البيت. قلت خلاص اصور فلوجات، على الاقل فلوجات تشجعني اعمل حاجة كويسة، يعني في حاجة عايز اعملها بس مفيش الدافع والحافز. ان شاء الله بالفلوج يديني مثلا ايه تشجيع ان انا اعمل الحاجة دي، او اعمل حاجة كويسة، او في حاجة فيا وحشة عايز اغيرها. انا بحاول يعني بالفلوج ان شاء الله الواحد لعل وعسى يتغير 360 درجة، لعل وعسى. وبسبب الفلوج ده احتمال ممكن انسان يتغير، او كلمة مني كويسة تغير حياة بني ادم، لعل وعسى، الله اعلم. رب يجعلنا سبب يعني في تغيير حالة الناس من الاحسن يعني طبعا. مستني بقى دعمكم ان شاء الله، والاشتراك في القناة بقى، واللايك بقى الجميل بقى بتاعكم، واهم حاجة الكومنت ده بص اقسم بالله بيفرحني. بشكر الناس على اول فيديو، اول فلوج ليا. كومنتات الجميلة اقسم بالله، يعني ما كنتش مصدق يعني الناس هتكتب لي كومنتات اصلا. واخد الموضوع جد، واخد الموضوع ان انا خلاص يعني يوتيوب بالنسبه لي بقى رقم واحد او يبقى الاساسي. خلاص مفيش رجعه، التالتة تابتة، يعني دي القناه التالتة.
ان انا اعملها في حياتي يعني، فان شاء الله تبقى شيء مبشر يعني. انا طولت عليكم معلش. حقكم عليا. يلا يلا بينا. اوروبا ثم بطل امريكا اللاتينيه ثم السودان والنهارده اسوان، وبعد 3 ايام يلعب في السلام. انا عايز اتكلم في موضوع منتشر الايام دي، ان انت تكسب بسرعه. هو منتشر جدا ان انت تحط في يوم 100 جنيه، بعد 3 ايام 4 ايام تكسبها 400 500 600 800 جنيه. واخد بالك من الفتره ان تدفع 100 تكسب، وفرق المبلغ اللي انت تكسبه بعد مثلا 3 4 ايام 5 ايام 800 ولا 600 جنيه. هو منتشر جدا، وفي ناس دخلت الموضوع ده كتير. المهم الموضوع ده لو فكرتوا فيه، موضوع ما هو بيجر رجلك. ما انت يجر رجلك ويجر اللي تبعك ويجر اللي معاك ويجر اللي من اهلك ومن اصحابك والكلام ده. ما انت ما تحط 100، ما انا كسبان 500 600 جنيه. ايه 100 جنيه ده؟ طب انا احط 1000، طب انا احط 10000. ما ال 1000 ممكن يجيب لي 6 8، ال 10 ممكن يجيب لي 50 60 70 80 الف جنيه. واخدين بالكم؟ الموضوع بقى صعب، الموضوع بقى منتشر، الموضوع مفيش رقابة. في ناس بتقول ان هي مقننة، وفي ناس بتقول ان هي شرعي، وفي ناس بتقول طب ايه يعني هنعمل ايه؟ مع الدنيا بقت غلا، الدنيا بقت صعبة، عايزين ندخل في اي حاجة تجيب لنا فلوس. المهم انتشر الفترة دي المهم بيعرضوا معرفش آلة ولا مكنة تشتريها. انت كده كده اصلا، ولو تمسك المكنة ولا تشوف المكنة ولا بتعرف اي حاجة على اي حاجة. المهم في واحد صاحبنا دخل بمبلغ 200 جنيه، كسب في فترة معرفش فترة 5 أيام 6 أيام 800 جنيه. المهم كلم واحد صاحبه، قال له بص أنا داخل في موضوع بيجيب فلوس، وفي خلال أسبوع يجي لك مثلا مبلغ، حطيت كذا هيجي لك كذا. المهم صاحبه مقتنعش. المهم جه اتقابلوا. المهم وراله إثبات إيه السحب، فتح الموبايل دخل على الرسايل اثبات السحب، سحب 800 جنيه. الواد فكر كده قال 800 جنيه، طب ده كويس، ده زي الفل، ده عسل. طب انا هحط يا عم، حط 200 جنيه زيك. المهم ده دخل 200 جنيه كسب، خد فلوس. بعد ما خد الفلوس طمع ازاي؟ قال لك احط 200 جنيه اكسب 800 جنيه. طب انا احط 1000 ولا احط 10 اكسب مثلا ايه مبلغ اكتر. المهم في ناس اقسم بالله اعرفها خدوا قروض من البنك عشان يحطوا في الموضوع ده قروض. المهم الناس اللي خدت قروض حطت الفلوس كلها، وفي ناس حطت شقة عمرها في الموقع ده. المهم الفترة الأخيرة حصل إيه؟ إن الموقع يقفل. هيقفل خلاص، مفيش بقى إن أنت إيه تحط فلوسك، وفلوسك اللي محطوطة خلاص راحت عليك واتنصب عليك. ما أنا عايز أتكلم في حتة يا جدعان، إن أنت تحط فلوسك وبعد 5 أيام 7 أيام يعني 10 أضعاف المبلغ اللي أنت حاطه، في حاجة غلط. أنت يا باشا عايز تأمن على فلوسك وعايز يجيلك عائد محترم، عندك دفتر توفير موجود في البنوك وموجود في البريد المصري. حط فلوسك ويجيلك مثلا عائد كل سنة، على حسب بقى يجيلك عائد كل سنة، عائد بقى كل شهر، على حسب بقى. بس هيجيلك يعني انت حاطط فلوسك في مكان مضمون. انت الموقع ده تحس ان هو موقع يعني، دخلت الموقع بصيت فيه ايه ده، نصب علني. في ناس حطت فلوس وكسبت فلوس. ما جر الرجل بقى، انت حطيت ميلا حط يا عم 10، حط 1000، فاهم؟ والناس كلها اتنصب عليها من الاخر. فانتوا يا جدعان عايزين تأمنوا على فلوسكم، حطوا في دفتر توفير احسن.
يجيلكوا عائد شهري او عائد سنوي على حسب المكان اللي انتوا حاطين فيه الدفتر او عاملين فيه الدفتر ضافين. احسن حاجه في الكلام ده دفتر توفير، او يا عم حط فلوسك في شغل محترم، شغل كويس، شغلك حطش فلوسك في حاجه، حط فلوسك يا عم. عندك دفتر توفير، عندك اي بيزنس تفتحه او تعمله او اي حاجه تعمله، يجيلك حطيت 100 يجيلك 200، الحمد لله زي الفل. بس بتطمعش كده. ده شارع 100 بقى، خش فيه بقى كده. ده بقى البن العميق اهو، الدور التالت. ده هيبقى فلوجي كامل او اليوم كامل في المكان ده ان شاء الله قريب. اهو البن العميد اهو. تمن اه. تمن فاتح ساده وتمن فاتح محمر. اه ماشي، شكرا ليك، الله يخليك. شكرا ليك، السلام عليكم، الله يخليك. انا جاي عشانك يا سعيد. سعيد هتمشي الشغل يعني؟ ده سعيد انت بعدين ايه بص الفطار. يا موحى انا امبارح وخدت بعض ومشيت. ليه؟ على 5 قلت والدي هيقفلني مش هيسيبني.